نرجع مرة تانية لمسلسل ذا بويز علشان خاطر في فيديو النهاردة نتكلم على التسريبات بتاعت الحلقة رقم 7. طبعا الفيديو ده مش توقعات ونظريات زي الفيديو اللي فات، فعشان كده في البداية كده حابب أقول لو أنت مش عاوز حاجة تتحرق عليك بلاش تكمل الفيديو ده، لأن الفيديو ده احنا بنتكلم على تسريبات، والتسريبات دي بنسبة 99.9 صحيحة. زي ما حصل قبل كده في الحلقة السادسة لما اتكلمت على التسريبات، وبعد ما اتفرجنا على الحلقة أنا واحد من الناس اتصدمت الصراحة، يعني لقيت إن التسريبات فعلا صحيحة. فعشان كده حابب أقول تاني لو مش عاوز حاجة تتحرق عليك بلاش تكمل الفيديو ده. وبلاش بقى نطول في الكلام كتير ويلا بينا نبدا على طول. النهارده بقى خلينا نغوص في التسريبات المحتمله للحلقه السابعه. وطبعا كلنا شفنا الجنان اللي حصل معانا في الحلقه السادسه، وبعد كمان ما هوملاندر خد الفي 1 وشفنا الليزر اللي طلع من عليه. الموضوع فعلا شكله مجنون، ولكن شكل اللي جاي هيكون مجنون اكتر كمان. فاحنا هنا بنتكلم عن مستوى تاني خالص، حاجات هتصدمكم بجد اول ما تسمعوا ايه اللي ممكن يحصل. فاول حاجه هنتكلم عنها دلوقتي هو هوملاندر، وايوه الموضوع اسوأ مما تتخيلوا. لو شفتوا هنا نهاية الحلقة السادسة فأكيد عارفين إيه اللي حصل. سولجر بوي سلم هوملاندر الفي 1، وهوملاندر حاوله في نفسه من غير ما يفكر ثانية واحدة. وفورا بعد كده عينيه بدأت تطلع ليزر، بس مش بالطريقة النضيفة والمتحكم فيها اللي احنا متعودين عليها أصلا، لا الليزر هنا كأنه عشوائي، كأن هوملاندر مش قادر يسيطر على القوة بتاعته، كأن جسمه نفسه مش قادر يستحمل اللي بيحصل جواه، وعارف إن في ناس لسه برضه متمسكة بنظرية إن الفي 1 كان هيشيل القوة بتاعته، وان دي هتبقى اللحظه اللي هوملاندر فعلا فيها ياخد جزاؤه. وانا من اول يوم برضه بقول ان ده صعب جدا انه يحصل هنا. الفي 1 هو مش بيضعف هوملاندر، ده بيخليه محصن، وبالتحديد دلوقتي بقى عنده مناعه كامله ضد الفيروس القاتل بتاع بوتشر. السلاح النووي الوحيد اللي كان عند ذا بويز بقى ملوش يعتبر اي لازمه دلوقتي، اتمسح من المعادله في لحظه. وزي ما توقعت بالظبط هوملاندر بقى شبه مستحيل حد يوقفه. ومش بتكلم هنا على انه مثلا انك صعب تهزمه، لا مستحيل ان حد يوقفه. بنتكلم هنا عن شخص شبه خالد وما بيردش على حد ومفيش اي قيود عليه خالص، فاي بقايا سيطره او تماسك كانت عنده قبل كده اختفت تماما. فالسؤال هنا بقى ايه اول حاجه يعملها هوملاندر بعد ما بقى خالد تقريبا ومفيش اي حد قادر كمان ان هو يتحكم فيه؟ هيروح على طول للبيت الابيض. واستوعبوا بقى الكلام ده علشان خاطر فعلا الكلام ده مجنون جدا. هوملاندر بيروح البيت الابيض وهناك بيقتل الرئيس، ايوه بيعملها فعلا، بيدخل كده بكل بساطة ويخلص على رئيس الولايات المتحدة كأنه بالنسبة له ولا أي حاجة. وأول هنا ما الرئيس يموت كل حاجة تبدأ تقع تحت سيطرة هوملاندر. الموضوع مبقاش مجرد سعي للقوة، ده استيلاء كامل، وانتهى الكلام هنا، لأن فعلا مفيش أي حاجة تتقال تاني، خلاص وصل لجنون. دلوقتي بقى خلينا نتكلم عن اللي بيحصل ناحية فريزا ويز، وتحذير بسيط، الأمور هنا مش ماشية كويس خالص. في الحلقة دي المفروض في شخص جديد هيكون شغال مع اوفازر ويقدر يمسك هو وبوتشر الاتنين مع بعض، والتسريبات مش موضحة مين الشخص ده بالظبط، ولكن يقال لحد دلوقتي ان هو ممكن يكون متحول، يقدر مثلا يبقى شكل شخص معين او يقدر كمان يقلد صوته. ففي كل الاحوال التفاصيل برضه لسه هنا مش واضحه قوي، بس اللي احنا بنعرفه هنا الاتنين فعلا دول عندهم غريزه نجاه مشتركه، وكمان القبض عليهم هيوصل لمشهد مهم جدا متعلق كمان بكيسلر، بس التفاصيل هنا زي ما قلت لك كده فيها غموض شويه. لكن هنا بقى الجزء المثير، الخطه بتاعت الشخص ده ما بتكملش. هيو بيقدر يضحك عليهم، واول ما الفرصه تفتح بوتشر بيعمل اللي بوتشر دايما بيعمله، بيخلص هنا على الشخص ده فورا. لحظة كلاسيكية جدا من ذا ويز، الدنيا هنا بتبوظ وحد بيقرب يموت، وفي الآخر بيطلعوا هما الاتنين عايشين بالعافية. وفي نفس الوقت هنا ام وكمان ستارلايت بيواجهوا هنا دوج نوت وكمان شيلاين. اثناء الفوضى دي كلها بيحاولوا كمان يهربوا المدنيين لمكان امن، وده اصعب بكتير مما تتخيل لما يكون في فوضى خارقة بتحصل حواليك من كل ناحية. وهنا بقى تدخل ماري وكيت وبيجهزوا مكان آمن للمدنيين اللي ستارلايت وكمان فريزا بويز بيخرجوهم. فاستعدوا بقى للجزء المجنون ده كمان. الناس دي كانوا موجودين في مجموعة دعم وولاء لهوملاندر، والمجموعة دي كان بيديرها اوفازر بنفسه. فزي ما قلت لك كده مجموعة دعم مخصوصة لولاء هوملاندر. عاوزكم بس تستوعبوا الفكرة دي ثانية، الموضوع مرعب وفي نفس الوقت دي أكتر حاجة مناسبة لطبيعة المسلسل عملها لحد دلوقتي. فوت حرفيا قالت تعالوا نعمل ابحاث تسويقيه لنهايه العالم، بس الحقيقه البارده دلوقتي ان الوضع حرفيا كارثي. خطه بوتشر يعتبر انهارت بالكامل، الفيروس بقى ملوش اي قيمه، هوملاندر عنده مناعه ومفيش اي طريقه عندهم حاليا تقدر كمان تقتله. كل الخطط بتاعتهم والاستراتيجيات بتاعتهم كمان اترمت في الزباله واتحرقت. فريزا بويز مش في موقف سيء فقط، ده أسوأ موقف ممكن يكونوا فيه دلوقتي. مفيش خطة، مفيش سلاح، مفيش أي ورقة ضغط، وفي كائن واحد فقط ممكن يتفوق جسديا على هوملاندر، شخص واحد قدراته فعلا تقدر تسحب قواه، وهو في النهاية سولجر بوي. بس هنا تيجي السخرية القاسية، سولجر بوي مش بيحارب هوملاندر أصلا، ده هو اللي اداله الفي 1 بنفسه، هو اللي سلمه مفتاح الخلود.
سواء كان فاهم بالظبط اللي بيعمله او لا، النتيجه واحده. فالواضح مش هو اللي هينقذ كل اللي بيحصل ده. فالباب ده يعتبر كده اتقفل خلاص، وهنا بقى بتدخل مين؟ سيستر سيج، اذكى شخص في اي مكان بتروحه. فوقت ما الكل هنا كان بيقع في الفوضى، سيج هنا بتعمل الحاجه اللي هي شاطره فيها اكتر من اي حد تاني، انها تفكر. والفكره اللي بتوصل ليها بصراحه جريئه جدا لدرجه الجنون تقريبا. فكرتها بكل بساطه، ايه اللي يمنع ان هم يدوا حد تاني قدرات شبيهه بقدرات سولجر بوي؟ مش نفس قدراته بالظبط، لكن حاجه قريبه كفايه. حاجه ممكن تسحب القوه من هوملاندر بنفس الطريقه، يعني يكرروا الآلية نفسها وكمان يعملوا نفس القدرة. الخطة من النوع اللي يخليك تقول إن هي عبقرية ومرعبة كمان في نفس الوقت. والشخص اللي اختاروه للتجربة دي مين؟ كيميكو. أيوة، كيميكو نفسها، البنت اللي أصلا عدت بصدمات أكتر من 10 شخصيات مجتمعين مع بعض، ومع ذلك كل مرة بترجع هنا وبتقف على رجلها تاني، ودلوقتي هيحطها في الموقف ده كمان. سيج هنا بتتعاون مع فريزا ويز علشان خاطر يستخدموا جهاز معتمد على اليورانيوم على كيميكو، وهدفهم هنا تحديدا ان هم يعيدوا عمل قدرة سولجر بوي على سحب القوة. والعملية دي وحشية جدا، بتوصل كيميكو لأقصى حدودها جسديا ونفسيا من كل ناحية، ودي مش عملية نظيفة أو كمان مضمونة مثلا إنها تنجح. دي تجربة يائسة معمولة بواسطة ناس كمان عندهم يأس، ناس خلصت كل اختياراتها التانية. في وسط كل ده بقى هوملاندر بيطاردهم، وطبعا ده كان متوقع جدا. الراجل هنا ما عندوش أي هدوء ولا كمان صبر، ودلوقتي كمان ما عندوش أي سبب يخليه يمسك نفسه. والشخص اللي عاوزه أكتر من أي حد سيستر سيج، لان زي ما شفنا كده هي خانته، اختارت تقف في صف غير صفه. وهوملاندر عمره ما بينسى حاجه زي دي، هو مش رايح ليها علشان خاطر مثلا يحذرها، هو رايح ينهي الموضوع بالكامل. ولما هوملاندر اخيرا بيوصل للمكان بتاعهم، سيج وكيميكو بيستخبوا، الفريق كله هنا بيدخل في حاله ذعر حرفيا، ولازم حد في النهايه هنا ياخد قرار. والشخص ده هو مين؟ فرنشي، زي ما ناس كتير برضه كانت متوقعه قبل كده. فرنشي هنا بيتطوع انه يبعد هوملاندر عن المجموعه كلها، ويبقى هو الطعم اللي يشتت انتباهه علشان خاطر يدي للباقيين وقت ان هم يهربوا. وفي النهايه ما بيرجعش. فرنش هنا بيضحي بنفسه في الحلقه السابعه، وبصراحه على قد ما كنا متوقعين حاجه زي دي، واكتر من فيديو قبل كده قلت لك ان واحد من الاتنين كان فرنشي او كيميكو هيموت، بس برضه الواحد ممكن يتصدم في مشهد زي ده. لان من بين كل الشخصيات في المسلسل، القصه بتاعت فرنش وكيميكو كانت اكتر قصه تحس تستحق فعلا انها سعيده. الكيمياء بينهم وتاريخهم وازاي كانوا دايما سند لبعض مهما حصل، كنت عاوزهم فعلا ان هم يعيشوا، كنت عاوزهم اخيرا يرتاحوا شويه. بس من ناحيه القصه، اللحظه دي قويه جدا، قويه بشكل مؤلم، وده النوع من التضحيات اللي ليه فعلا معنى. لاننا شفنا الشخصيه دي بتوصل للحظه دي على مدار مواسم كامله، دي مش مجرد صدمه علشان خاطر الصدمه، دي كتابه فعلا تخبطك في قلبك بشكل مباشر. وبصراحة ده اللي بيميز المسلسل ده عن أي حاجة تانية على التلفزيون دلوقتي. يعني في النهاية كده المفروض هنشوف إن فرنش بيموت وباقي المجموعة هنا بيهربوا مع مطاردة هوملاندر ليهم، والواضح إن هوملاندر مش هيسكت غير لما يخلص عليهم كلهم. وده يعتبر كده كان شرح تسريبات الحلقة السابعة المحتملة من مسلسل ذا بويز الموسم الأخير. هوملاندر المفروض هيقتل الرئيس ويسيطر حرفيا على كل حاجة، فريق ذا بويز هيخسروا سلاحهم الوحيد. سيستر سيج تحط خطة علشان خاطر تدي كيميكو قدرات شبيهة بسولجر بوي، وفرنشي هيقدم التضحية الأخيرة علشان خاطر ينقذ بقية الفريق. والمسلسل ده بطريقة ما كل مرة يلاقي طريقة يروح أبعد مما كنت متوقع. فكالعادة بقى هستنى رأيكم في الكومنتات، شايفين التسريبات دي هتكون بنسبة 100% صحيحة، ولا شايفين ان في حاجات منطقية اللي تحصل وحاجات تانية مش شايفينها خالص منطقية؟ في كل الاحوال حتى لو التسريبات دي كلها مش صحيحه، ولكن انا من وجهه نظري شايف ان في منهم اتنين يمكن يكونوا فعلا اكيد بنسبه كبيره جدا. اولا كده ان هوملاندر هيروح فعلا البيت الابيض ويخلص على الرئيس، والكلام ده يمكن يكون كان منتشر من فتره اصلا، وحتى كمان من الاعلان احنا شفنا ان هو هيكون في مكتب الرئيس. تاني حاجه متاكد بنسبه كبيره جدا ان فرنشي هيضحي بنفسه في الحلقه دي، بعيد طبعا عن تلميحات المسلسل نفسه عن حاجه زي دي، ولكن ناس كتيره فعلا توقعت ان لا اما فرنشي او كيميكو واحد فيهم هيموت، وفي النهايه كده شايف ان فرنش هو اللي ممكن يموت. فبس كده دي يعتبر كل حاجه حوالين التسريبات. لو وصلت لحد هنا بقى اول مره على القناه ما تنساش سبسكرايب شير كومنت لك عشان خاطر يوصلك كل جديد اول باول، واشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.